لو اديتك سعر السهم في الايام دي تقدر تقول لي ايه اعلى مكسب ممكن تحققه؟ علشان تحقق اعلى ربح فلازم تدخل وتخرج في الوقت المناسب، ولانك حويط فانت هتجرب كل الاحتمالات الممكنه. يعني هتفترض انك هتدخل في اول يوم وهتحسب هتكسب كام لو بعت في اليوم الثاني او الثالث او الرابع او الخامس وهكذا، وبعد كده هتشوف لو دخلت تاني يوم وبعت في اليوم الثالث او الرابع او الخامس. 5 minutes later. غالبا كده البورصه هتقفل قبل ما انت تخلص حسبتك. تعال نشوف حل تاني. احنا هنعمل نظريه، والنظريه دي بتقول لو خرجت في اي يوم وليكن الاخير مثلا، فاكيد احسن وقت كان ممكن تدخل فيه هو اقل سعر قبله اللي هو الاثنين، مش محتاجه حاجه يعني. ولو خرجت في اليوم الثاني مثلا فاحسن يوم كان ممكن تدخل فيه هو اقل سعر قبله برضه اللي هو الثمانية. فايه رايك ان نعدي على الارقام واحد واحد ونحتفظ دايما باقل سعر شفناه؟ يعني مثلا الثمانية اقل سعر لحد دلوقتي لاننا ما شفناش غيره، وهنروح لليوم اللي بعديه وهنشوف انت كسبان ولا خسران. انت كسبان اهو 2 جنيه في السهم، فهنكتب في ورقه ان اعلى مكسب لحد دلوقتي 2، ونخش على اليوم اللي بعديه اللي لو بعنا فيه هنلاقي نفسنا خسرانين. بس خلي بالك احنا لقينا سعر اقل من الثمانية، فهنابديت اقل سعر ونخليه 5، وهنفضل مكملين كده لحد ما نلاقي ان اكبر مكسب هنعمله هو 6 جنيه، وده هيحصل لو دخلت هنا وخرجت هناك. وبالطريقه دي يبقى احنا عدينا على الايام مره واحده بس. وما تنساش تعمل فول بيتس اند بيكسلز وتشوف المنصه التعليميه بتاعتنا.